ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. صلوا على النبي حبايبي، متنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة، عايزين القناة تكبر بيكم ان شاء الله. النهاردة هنعمل ايه؟ النهاردة هنعمل الكشري المصري. تمام. يعني كشري الحلة الواحدة ده، بعد احترامي لكل اي حد بيعمل كشري الحلة الواحدة، 100 فل وعشرة، بس طبعا الكشري المصري يعني حلل وكذا حلة وكده يعني. تمام. طيب هنعمل ايه بقى؟ انا جبت حلة، حطيت فيها نص كوباية من الزيت، ونص كوباية الزيت دي هنستعملها لكل حاجة دلوقتي. تمام. هحمر فيها البصل. طيب البصل ده انا مش ضايفه له اي حاجة خالص، وهيطلع مقرمش معانا وزي الفل. عايزة لزيت التأكيد حطي معلقة من الدقيق او معلقة من النشا قبل ما تحمريه على البصل. رشيها كده وقلبي البصل فيها، وبعد كده نزليها في زيت سخن. تمام. ادي البصل بعد ما اتحمر معايا، اتحمر، هو مش اتحرق على فكرة، ما اخدش لون زيادة ان هو اتحرق ولا حاجة، هو متحمر كده. تمام. انا كده صفيت البصل من الزيت، والزيت ده مش هرميه، هستعمله عشان يطعم لي باقي الحاجة. تمام. طيب وهنا معايا حلة، ادي الزيت اهو بتاع البصل، ومعايا حلة كده نزلت بيها بكل انواع المكرونة اللي عندك حطيها. انا كان عندي المكرونة اللي هي الصغيرة خالص، اللي هي المرمرية، والسباكيتي اللي هي الطويلة. عندك اللي هي التانية اللي هي الخواتم دي، الأكبر من المرمرية شوية، ماشي، بس أنا مكانش عندي. تمام. سبتها على في الحلة كده تتسلق. تمام. وهنجيب شوية من الزيت اللي أخدناه اللي طلع من البصل. تمام. ونزلت عليها ب معلقة من التوم ده أنا مفرزة. عندك توم فريش يعني، انزلي كده بتلات أربع فصوص توم. تمام، على حسب حبك للثوم في الصلصة. تمام. نزلت كده بربع فنجان من الخل الابيض بتاعنا العادي. تمام. لو عندك الخل مركز حطي معلقتين بس، ده انا عندي الخل اللي هو الازاز العادي. تمام. وكنت هنا مفرزة طماطم. تمام. هنعمل ايه؟ هنعمل الصلصة بتاعت الكشري. تمام. وهنسيبها كده لغاية لما تتسبك معانا شوية، قفلنا عليها وسيبناها لغاية لما تتسبك. هنا كنت المكرونة خلاص استوت معايا. تمام. صفيتها كده وشطفتها بالمية، ورجعتها في الحلة تاني. الحلة كانت بس بردت يعني. تمام. ونزلت عليها بمعلقتين من الزيت اللي هو برضو اللي كنا محمرين فيه البصل. تمام. عشان متعجنش معايا او تمسك في بعض، عشان تبقى مفلفلة كده. تمام. كده المكرونة معايا خلصت والبصل معايا خلص. كنت سلقة، كنت الاول نقعة كوباية من العدس اللي هو البني. تمام. وكده نقعته شوية يعني بساعتين وسلقته. تمام. ده انا كده كنت مخلصاه. ودول شوية من البليلة. تمام. دي البليلة الحمص، دي البليلة الحمص اللي احنا ساعات بنعملها، اللي هي كمان بنعملها حلبسة. تمام. برضو نقعتها ساعتين وسلقتها، وعملت حطيت لها ملح وكمون. وبرضو العدس برضو نفس النظام، ملحته بملح وكمون. تمام. دي هنعمل الدقة اللي هي بالثوم بس على البارد مش على السخن. تمام. جبت كده معلقة من الثوم، وحطيت عليها ملح وفلفل وفنجان من الخل وفنجان من المية. تمام. وهنقلبها كده. ممكن تعمليها على السخن برضو، نحط معلقة من الكمون لو هتعمليها على السخن، معلقة من الثوم، منخلوش ياخد لون، ونطفيه بالخل ونحط شوية مية، وطبعا هنملح بملح وكمون. تمام. بس انا عملتها على البارد اهو. وهنا كنت بملح الصلصة بتاعة الكشري. تمام. الصلصة كده معانا جاهزة. الموضوع بسيط، ويعني مش هنتهاب من الحلل الكتير، الموضوع بسيط ومش بياخد وقت والله. تمام. كده الصلصة معانا خلصت، والمكرونة خلصت، والبصل، وطبعا العدس البليلة حمص. تمام. كده هنعمل الرز.
نزلت بشوية شعرية لغاية لما اخدوا اللون الذهبي بتاعنا، ونزلت عليهم بالرز. تمام. هنا هنحط الرز الملح فقط لا غير، ملح بس. تمام. وهنسيبه لغاية لما يستوي على البوتاجاز اهو. ملحنا الرز بتاعنا، هغطي عليه واوطي لغاية لما يستوي براحته. تمام. ادي خلصنا الكشري بتاعنا، وبألف هنا، وربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوا احسن من كده، والموضوع بسيط. وما تنسوناش بقى في اللايك لو بأي حاجة صغيرة مستفادينها من الفيديو. بالله عليكم ما تنسوني باللايك، دايما بتبقى المشاهدات اعلى من اللايكات والاشتراك في القناة. فبالله عليكم الكل اللي يشوف الفيديو ما ينسنيش طبعا في الاشتراك في القناة. عايزين القناة كده تكبر بيكم ان شاء الله يا حبايبي اهو. التقديم زي ما حضرتك تحبي وعلى حسب ذوقكم، فاهميني؟ تقديم على حسب الذوق بتاعكم. انا حطيت هنا الاول المكرونه ونزلت عليها بالرز، وبعد كده حطيت العدس اهو. تمام. هحط بعد كده الصلصه اهو. دي طريقه التقديم دي اللي تريحكم. وبعد كده هحط البصل والبليله في طبق تاني، يعني هقلب الموضوع اهو. طريقة التقديم دي يعني من اختياركم براحتكم اهو. واحلى كشري مصري من ايدين ست الكل. ربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله. ادي شكل الكشري بتاعنا بعد ما استوى، بعد ما غرفناه في الاطباق. دي صلصة طبعا اللي حابب يزود، وده الدقة بتاعتنا. وادي شكل الكشري اهو. ربنا يحسن ما بين ايديكم. مع السلامة، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.